وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم وتسليما. هبدأ معاكم النهارده أنا جبت شوية مشتريات اللي هي الألمونيوم. فأنا هبدأ معاكم أول حاجة أنا جبت طقم صواني ألمونيوم بالغطا. معلش بصور دقيقة وماسكة ده طقم صواني ألمونيوم بالغطا اهو. دي أول واحدة فيهم، ودي تاني واحدة فيهم، دي تاني واحدة. معلش دي أصغر صينية، دي أصغر صينية. دول 3 في الغطا. أنا مش قادرة أحط الغطا عليهم عشان الغطا عاكس جامد يعني ألمونيومهم حلو قوي والغطا عاكس جامد جدا. فأنا جبتهم عجبوني وجبتهم معلش أحطهم اهو، مش قادرة أحط معلش الغطا اهو واهو. دول 3 صواني بالغطا. انا مش قادرة اجيبهم كده ولا اجيبهم كده عشان عاكسين الصورة. معلش يعني بسم الله ما شاء الله حلوين قوي قوي قوي، ينفعوا كمان كحلل. ممكن الواحد يستخدمهم كحلة. انا لما رحت جبتهم ما جبتهمش العاديين دول، انا جبتهم بالغطيان بتاعتهم. وده ماركتهم عبور اكتوبر. هما بيقولوا الدهان وكده، بس انا رحت قالوا لي دلوقتي الدهان ممكن يكون اتضرب دلوقتي وفي منه كتير، مع ان انا جايبه الدهان بس انا قالوا لي عبور اكتوبر احلى. وانا فعلا تقال معلش انا مش قادره اجيبهم كده ولا اجيبهم كده عشان خاطر هما عكسين الصوره. دول اول طقم. وده كنت جايباه يا جماعه، بقول لكم من فتره كنت جايباه ب1050، يعني ال3 ب1050. دي اصغر حاجه انا حطيتها هنا عشان بس ما تعكسش الصوره، فانا حطيتها هنا اهو. فاهمين ازاي يا جماعه؟ جوفين ولهم الغطا بتاعهم، وممكن يستخدموا والله كحلل. بس هم اساسا اصغر واحده فيهم كبيره ما شاء الله، حجمهم حتى مكتوب على الكرتونه بتاعتهم جامبو. فانا لما طلعهم لي انا ما خدتش بالي، هو طلعهم لي وقال لي هو دول وحلوين ومش ما خدتش بالي ان هم الجامبو اكبر حاجه. ممكن يكون في منهم مقاسات اقل. وبرده حتى الملي دلوقتي، الالومنيوم دلوقتي بقت في منها بالملي، دي سمكها حوالي 4 أو 5 ملي. جامده 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 بصراحه. ده اول حاجه. تاني حاجه جبت برضو مش قادره برضو احطها لكم، طقم كزرولات برضو بالغطا اهو. برضو يا جماعه مش قادره اعمله لكم كده عشان هما الغطا بتاعهم عاكس جامد، عاكس جامد قوي. عارفه اهو، بس من عليها الغطا عشان الصوره عكسه. دي اكبر واحده يا جماعه، كبيره جدا جدا والله، تاخد حوالي 2 كيلو ونص لبن، اكتر كمان لانها كبيره قوي. الصغيره اهي، ودي اللي وسط اللي هي في النص اهو. ده الغطا بتاعهم، ده غطيانهم. بس انا مش قادره اعمل لكم حاجه عشان لو انا قلبته بيعكس الصوره. برضو ماركة عبور اكتوبر. وده كان عامل يا جماعه حوالي 650 جنيه. 650 جنيه برضو، حوالي من 3 شهور. ده انا مش مقتنعه قوي بصراحه، مش مقتنعه بصراحه ان انا اجيب الالومنيوم ده كله. بس انا ما اعرفش اجيب وخلاص على كده.
ان انا لسه طبعا في جرانيت، ولسه في بتاع ده تيفال، ولسه في الحاجات دي، بس انا جبته. يعني بعد قلت مش هجيبه ومش هعمل، قالوا لي لا لازم يجي ألمونيوم، ولازم مش ولازم تجيبي كل حاجة في الألمونيوم كده. جبت على قد ما انا بندم، بس خلاص هو عدى ان انا جبت. يعني ايه، انا كنت ممكن اجيب من كل حاجة ايه في حاجة واحدة، بس انا جبت طقم بقى، معرفش ايه اللي خلاني عملت كده. بس انا قولوا لي هل كده انا صح ولا غلط. فانا جبت التلاتة دول برضو ألمونيوم، برضو ماركة عبور اكتوبر. كده يا جماعة ايه، جبت برضو. ودول كمان يمكن انا بهتم اكتر حاجة بالقوالب، قوالب الفرن، قوالب الفرن. ده قالب فرن بس مجوف من النص. انا بحبه جدا 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 في عمل الكيك، انا عندي منه. ووريتكم اللي هي القوالب الطويلة برضو، اللي هي بتاع التوست او بتاع الانجليش كيك. بصراحة تسويتهم في الكيك بتبقى خطيرة وجميلة، وبطلع الكيك كده شكله حلو، زي ما بقول لكم بقطعه كده، فبيبقى شكله اشيك من ان انا ابقى عاملاه في صينية مدورة او عادية. فانا بصراحة عجبني، فانا جبته. يعني انا جبته. ده كان عامل حوالي 150 جنيه، برضو ماركة عبور اكتوبر. عبور اكتوبر. هاتوا يا جماعة على قد ما تقدروا من القوالب دي، سواء اللي هي التوست او وجربوا فيه الكيكات وقطعوها كده، تبقى تقديمة وانتي بتقدميها شكلها احلى من وانتي عاملاها في صينية مدورة او صينية عادية. بصراحة عجبني أوي، بيعجبني انا. وممكن اكتر حاجة كنت ممكن اهتم بيها ان انا اجيب من القوالب دي. وانا قلت لكم ان طبعا احلى مخبوزات واحلى كيك ما بيبقاش حلو غير في الالمونيوم، بالذات المخبوزات والكيك. بس تالت حاجة يا جماعة برضو جبت صواني البسبوسة او صواني البيتزا 3. معلش مش هقدر افتحهم لانهم مبرشمين كده زي ما انتوا عارفين. ده برضو حلوين قوي، مع انه الدهان، وانا مش عارفة الدهان بقى له لوجات كتيرة. يعني ده لوجو مختلف عن اللي انا وريته لكم قبل كده، مختلف عن اللي انا بشوفه حاجات، بس كله الدهان. بس انا مش عارفة، انا ما فتحتش ده. اللي انا وريتهم لكم الدهان اللي هم الصواني والاول مختوم عليها من تحت الدهان، ماركة الدهان على الصواني. بس انا مش عارفة دي هل مختوم عليها ولا لا. بس انا سبحان الله جابهم لي وانا اخدتهم، وانا برضو ما فهمش في الالومنيوم قوي يعني. بس دلوقتي بيقولوا لو مختوم يبقى هو الدهان الاصلي، بس انا شايفه كذا لوجو للدهان. فهو ده. دي صواني ايه البسبوسه، حلوه برضو تقيله، يعني مش هقول لكم ان هي خفيفه او كده، لا حلوه بصراحه. برضو مقاساتهم كبيره مش صغيره، يعني مقاساتهم كبيره، تعمل فيهم بسبوسه، تعمل فيهم ايه بيتزا. فهو احلى. ولسه برضو انا زي ما بقول لكم هجيب الصواني اللي هي التيفال او الصواني اللي هي الجرانيت. فهي ايه، انا جبت ايه دول برضو يا جماعة كانوا عاملين 370 جنيه. دول كانوا عاملين 370 جنيه برضو. دول كلهم بقى بصراحة انا جبتهم مرة واحدة. انا مش عارفة دلوقتي هم عاملين ايه، يعني بقوا بكام او وصلت بكام. دي اهي زي ما بقول لكم الكرتونة واللوجوهات بتاع الدهان كتير قوي، ومش عارفة مين اللي فين الاصلي وفين مش الاصلي. بس اهو جبت كمان يا جماعة اللي هو ايه الصواني القلب ده. برضو انا كنت عايزة اجيب واحد بس، يعني قلبه. يعني انا بحب اجيب من الطواجن اللي هي دي من كل حاجة واحد، بالذات في الالومنيوم يعني. وسبحان الله هو جابهم لي وقال لي بدل ما تاخدي واحد خدي التلاتة ومش عارفة ايه، رحت واخداهم. ده اصغر قلبي فيهم، وده الوسطاني، وده الكبير. بس ده بقى مش ماركة الدهان ولا عبور اكتوبر، ده ماركة اسمها المحمدي. انا مش عارفة برضو ايه، يعني معرفش هي عاملة ايه، بس انا شايفاها حلوة. بس يعني للأمانة مش زي الدهان ابدا، مش تقال قوي يعني زي الايه زي الدهان. ده برضو جبتهم يا جماعة كان حوالي ب 350 جنيه. ده ب 350.
انا يعني المفروض كنت جبت قالب، بس انا مش عارفه ايه اللي خلاني خدت الايه المجموعه على بعضها. انا عندي بنوته تانية، بقول ممكن اديهم كل واحد من ده، يعني اخلي البنوته التانية اللي بعديها، ومش عارفه ولا اديهم لها كلهم، مش عارفه برضو ايه. ده طقم ألمونيوم. دول يا جماعه كانت الحاجات اللي انا جبتها النهارده. برضه انا ما قلتلكمش المقاسات، بس انا مش عارفه مقاساتهم ايه يعني بصراحه. او اللي هو الصواني برضه، شايفين يا جماعه؟ دي في الصينيه اللي هي صواني الفرن، شايفين عبور اكتوبر الاصلي مختوم عليها جاي من ورا. يعني تعرفي ان الحاجات دي طالما هي يعني تعملوا كده تلاقوا فعلا حفر حفر، يعني مش اي كلام، حفر. وعاجبيني قوي يا جماعه اللي هو عبور اكتوبر ده، بصراحه عاجبني قوي قوي. تحسي ان هم والله شكلهم زي الاستانلس، مش ما تحسيش ان هي ألمونيوم ابدا. فشوف يا جماعه اهو، يعني ده انا مش عاجبني قوي بصراحه، الماركه بتاعته مش عاجبني. بس اهو هي حاجه تتحط، يعني ايه ان عملت فيه كيك، اي حاجه عيد ميلاد او اي حاجه ممكن تستخدمه، مش هيبقى على طول يعني. او اتعملت فيهم اي حاجه تاني مش هيبقى. لكن بصراحه عبور اكتوبر حاجه نضيفه 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 بصراحه. وكمان يعني تقال تقال قوي يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله يعني. دي كده يا جماعه كانت ايه الحاجات اللي انا جبتها النهارده من الألمونيوم. هل انا كده مقفوره في موضوع الألمونيوم؟ ولا هل هو لازم اجيب كده؟ ولا كمان انا جايبه طقم حلل اللي هو التيمبو اللي طالع، اللي هو الايه اسمه برضو تيمبو كده، يعني بالملي كمان انا جايباه، وجايباه غالي يعني. هبقى اوريه لكم ان شاء الله في فيديو. انا كل اللي بيجي قدامي بروح منزلاه واعرض لكم ايه، واعمل لكم عرض بيه. فدي كانت مشتريات يا جماعة، وربنا يا رب يصلح الحال، وربنا يرزق كل البنات يا رب. ودي كانت مشتريات النهاردة. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.